مزيان. السلام عليكم متتبعي قناه ام11 تي في. حنا اليوم كنتواجدوا اليوم في مدينه فاس ومعنا السي منصف، واحد الصحفي تبارك الله عليه زيد ناشط في مدينه فاس. السي منصف، عرف راسك للناس في المانيا ومتتبعين. تحياتي السي نبيل، تحيه لكل المتابعين ديالك اكيد من خلال الصفحه ديالكم. صراحه انا جد سعيد باش نتواجد معك كابن مدينه فاس غيور على هذه المدينه العلميه بطبيعه الحال، وعلى فريق عريق اللي هو الماس وتسجل يعني عبر مدن العالم. فكنحييك بزاف على المجهودات الجباره المبذوله. فكنعرف نفسي انا ابن مدينه فاس اكيد منصف بودري، كنشتغل مراسل ديال قناه شوف تي في. كنحاول على انني نقل صوت المدينه بالرغم من الظروف، بالرغم من يعني المشاكل الكبيره اللي كاينه في فاس. وحنا كنحاولوا لاننا نقربوها للمواطنين وكنديروا الخدمه ديالنا. نتمنوا ان شاء الله باذن الله باش نكونوا عند حسن ظن الجميع. شي فكره ولا نصيحه للطلبه انه الناس اللي كيشوفوا ما كيعرفوش مدينه فاس الشميزه باش يزوروا، حنا بغيناهم في هذا الفيديو باش يزوروا مدينه فاس. وبيان سور نداء الناس اللي كيتفرجوا من مدينه فاس هما اللي كيشجعوا الماس. درنا واحد الانترفيو على الماس دابا شويه، كنشوفوا السياره مورانا كيفاش يجيو يشجعوا فريقهم ويزوروا مدينتهم، حيت فاس ما معطيش فيها حقها في السياحه وبحال مراكش واكادير داكشي. سي نبيل اكيد الان فاس تكلاصات يعني كطريام على المستوى العالمي في السياحه الثقافيه. فهذه ماشي سهله. شوف شحال ديال العواصم وشحال ديال المدن اللي عندهم السياحه تبارك الله، ولكن باش ان فاس كلاصه كطريام فهذه لربما خاص الناس ياخذوها بعين الاعتبار. المسؤولين ديال المدينه خصهم ياخذوها بعين الاعتبار من اجل ربما خلق فضاءات تثمين هذه القضيه هذه. نشوفوا فضاءات اللي نروجوا السياحه في مدينه فاس. كاين فاس الا بغيتي تجي لمدينه فاس يعني الساده المتابعين الاوفياء، راه المدينه العتيقه تحفه يعني كل كيسميوه موزي متنقل. فين ما مشيتي فاس ما غتملش. اللي غيجي على السيمانه غيضطر لانه يدوز شهر ولا شهرين. وكاين مولاي يعقوب وسيدي حرازم، مولاي يعقوب وسيدي حرازم، كاين جميع يفران وزار وتبارك الله فين ما بغاو كلشي موجود. مرحبا بهم في اي وقت الا جاوا مدينه فاس، فكنرحبوا بهم نساريوهم. مرحبا بهم على الراس ولا على السماد. وهذا النداء لاي دري غيور على مدينته انه تبارك الله يدير كيما السي منصف ولا بحالي، يكون اكتيف عن طريق الصحافه، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق العمل ديالو، يدعم السياحه، يدعم. حيت حنا مقبلين على كاس افريقيا ومقبلين على كاس العالم اللي الحمد لله على ما سمعت انا فاس غادي تنظم كاس العالم كما قلتي في شي واحد اللقاء ديالك. نعم سي نبيل، انا كما قلتي يعني كل واحد من الموقع ديالو، سواء كنت اعلامي ولا كنت يوتيوبر ولا كنت تيك توكر ولا كنت كما بغيتي تكون، فمن الموقع ديالك غتدافع على المسقط الراس ديالك وعلى المدينه ديالك، خاصه في ظل هذه الظروف الان اللي حنا غنرجعوا للماس. في ظل هذه الظروف اللي كتعانيها الماس فخاص كنا ابناء نكونوا غايرين عليها وندافعوا عليها. وخاصه دابا الان حنا مقبلين على استضافه كاس افريقيا ان شاء الله 2025 وكاس العالم 2030. دعم سي بعد البنيه التحتيه اكزاكتومون استثمار. ها هما دابا بداو كيصلحوا الملعب ديال الشول بداو كيصلحوا فيه. نتمناو ان يجيو مشاريع اخرى وكاينين المشاريع اللي جايين. نتمناو خير لهذه المدينه وان شاء الله غنبقاو نعطيوها. كلمه اخيره للجاليه المغربيه في اوروبا. تحيه لكم وعبركم يعني من خلال السي نبيل اكيد محبوب مدينه فاس اللي كيدافع. هادو هما ولاد المغرب الاحرار اللي كيدافعوا على بلادهم. فبالرغم لانه خرج لبرا فما نساش العاصمه العلميه وكيدافع عليها من الموقع ديالو الان من العمل اللي كيشتغل فيه. فنداء لكم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، راكم من فوق راسنا وعينينا وراه بكم انتم باش كنزيدوا لقدام. ما تنساوش المدن ديالكم، كل واحد يتعلق بالمدينه ديالو ويدافع عليها. وشكرا جزيلا على المجهودات المبذوله. شكرا، تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو قادم والسلام عليكم. مدينه فاس المشمسه الجميله. تحياتي للجميع.